ازرو وفي واحد من الاحياء الشعبيه كان واحد الكوبل اللي داروا المستحيل باش يكون عندهم وليدات، ولكن الغالب الله. ومن بعد ما تسد باب الطب في وجههم قرروا باش يدقوا على باب السحر والشعوذه. ومن نهار حلوا هذا الباب حياتهم ترونات. وباش تعرفوا اكثر على فاش وكيفاش خليونا نبداو القصه من الاول. السلام عليكم ونتمنى انكم بخير وعلى خير. وبلا ما نطول عليكم نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونتوكلوا على الله. يونس واحد الشاب ولي في عمره 32 عام، واحد الراجل مزيان والله يعمر ليه الدار، وخدمته كان شيفور ديال الكاميو وكيدي السلعه، وبالخصوص ما بين ازرو وافران. يونس مزوج ومرتو سميتها سميه، عمرها 28 عام وتا هي بحالو، واحد المراه اللي ظريفه وصبرات معاه. كانت حياتهم والعلاقه اللي بيناتهم زوينه، ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه، ما عدا واحد المشكل واللي هو الوليدات. 4 سنين ديال الزواج، سمية كل مرة كتحمل فيها وتيكونوا فرحانين، وكيبداو يشريو دوك الحويجات ديال المولود اللي غادي يجي في الطريق، وكيفكروا في السمية. حتى كيجي الشهر الرابع وكيطيح معاه كلشي، كيطيح فيها المولود وكطيح معاه بزاف ديال الأحلام. منها واحد النهار يونس غادي يولي أب، أولا سمية واحد النهار غادي تكون أم. 3 ديال المرات وهي كطيح، وبالضبط في الشهر الرابع. الدار اللي كان خاصها تكون عامره وكتنغل بالصداع ديال الدراري كانت ديما ساكته، وهداك السكات اللي كان تيقتل في هذا الكوبل شويه بشويه. مشاو عند الطبيب الاول، ما مره ما جوج، شافوا الطبيب الثاني، الطبيب الثالث، الطبيب الرابع، واي دكتور كان تيقلبهم من بعد التحليلات والراديوات وديك الروينه كامله. كان تيقول لهم نفس الهضره او نفس الجمله واللي هما عياو ما يسمعوها، باللي هما بجوج ما عندهم حتى مشكل وما عنده ما يعالج فيهم، هادشي ديال الله، وباللي خاصهم يصبروا حتى يكتب لهم الله المولود مره اخرى. يونس ما غنكذبوش، كان تيبقى فيه الحال، ولكن كان ديما كيدير يقونو في الله وتيقول معليش، اللي جات من عند الله مرحبا بها. ولكن ما نساوش باللي كاينه واحد الحاجه واللي سميتها النفس الاماره بالسوء. وزيد عليها ملي الطب كيقول لك ما عرفتش، هنا الشيطان كيبدا يدخل وكيحل ليك بعض البيبان اللي ما خاصكش تدخلهم او لا تفكر فيهم من الاصل. في واحد الليله واللي كانت شتا خيط من السما، غادي تجي عندهم العمه ديال يونس باش تدوز معاهم شي ايامات. وهاد العمه من داك النوع اللي عزيز عليه يدخل راسو في شي حوايج اللي بعاد عليه، وراهم كاينين بزاف ودايرين بيناتنا، ما عليناش. وهي جالسه كتشوف سميه واللي تبدلات، ولات واحد الانسانه مهمومه وديما عاطيها اللبكه، خصوصا الا شافت شي وحده قدها في العمر وجرى معاها وليد ولا بنيه. وصلت لواحد المرحله ديال الا شافت غير شي لقطه في شي مسلسل كتبدا عاطيها اللبكه وكتقول مع راسها علاش كل شي الا انا. فاش شافتها العمه ديال يونس عيطات له وقالت ليه يونس ولدي، هاد الشي راه ماشي ديال الطبيب، هذا راه تعطال، هذا راه دق السحور والعكس. المهم راه كاين واحد السيد في طريق افران وكيعيطوا ليه الحاج العربي. الناس اللي قصدوه بحال هاد الحالات واللي عارفه انايا راه كيجيب الله التيسير على يديه. سير لعندو وشوف شنو غادي يقول لك، وراك ما خاسر والو اصلا، سير واسمع منه. يونس في الاول هادشي ما عجبوش، حيت هو واحد الانسان اللي واقعي، ما كيامنش بشي حاجه ما كيشوفهاش. هو الجن والسحر كيامن بيهم غير حيت مذكورين في القران، لا اقل ولا اكثر. اما باش يتدخلوا لك في حياتك ويبدلوها والمس وداك الشيء الاخر، هو بالنسبه ليه غير تخربيق، اساطير الاولين. ولكن ملي كيشوف مرتو كتدبل قدام عينيه وكيسمعها كتبكي بوحدها في الليل، هنا قرر باش يمشي. مشى وهو مخبي على الناس، حيت خايف من الهضره ديالهم، خايف من الشوفه ديالهم، وحيت عارف ومتاكد باللي هاد الشيء راه غلط وغلط كبير، وكيخليك تدخل ولا تحل في باب الشرك بالله. ما عليناش، مشى لواحد دار قديمه تما، وكيف ما قلنا كانت في الطريق ديال افران وقريبه لواحد الغابه، وكانت معزوله، واحد دار قديمه ومبنيه بالطين، وإلا شفتيها كتبان لك دار مهجوره ومحال واش يكون عايش فيها شي واحد. يونس وصل للدار ديال السحار، وغادي تبدا معاه اول لقطه اللي غادي تخربق ليه دماغه. وهي فاش غادي يوقف قدام الباب، وقبل ما يمد يديه باش يدق، الباب غادي يتحل بوحدو، وغادي يسمع باللي شي واحد لداخل تعيط له وتيقول ليه ادخل ولدي، دخل يونس،
غادي يدخل وغادي يلقى واحد الراجل كبير جالس فوق واحد الحصيره اللي قديمه، قدامه براد ديال اتاي وواحد المبخره واللي كيخرج منها واحد الريحه خانزه. عينيه كانوا كيشوفوا في شي حاجه ورا يونس. السحار واللي سميتو العربي ما كيهضرش بزاف، كلامه بحال الا كينقط لك الهضره. يونس عاود ليه كلشي، من الطبيب، الحمل اللي ما تيكملش وكيطيح بالضبط في الشهر الرابع، وحتى من شي احلام اللي كانت كتشوفهم مرتو. هنا السحار العربي بقى ساكت وكيشوف واحد البلاصه خاويه في الحيط، ومن بعد غادي ينطق بواحد الصوت اللي كان تيخلع. ما كانش هو الصوت اللي كان هضر معاه في الاول، وقال ليه: هذا راه رصد، والحل ديالو هو القربان. بغيتك تجيب ليا الكبده ديال الخنزير البري، يعني الحلوف ولدي. ولكن اسمع مزيان هادشي اللي غادي نقول لك. الحلوف خاصو يكون صحيح وفيه الجهد وما مريض وما فيه حتى ضربه. وإلا ما درتيش هادشي اللي قلت لك وكان الحلوف فيه شي حاجه، راه اللي غادي يوقع لك انت ما غاديش تقدر عليه. وعلاش الحلوف؟ حيت هو الحيوان اللي كيشم الرصد، والكبده ديالو هي اللي غادي تفك العقده ديالك. سير وجيبها ليا، وديك الساعه يحلها الله. دابا سير بحالك، وفاش توجد المطلوب ورجع. يونس رجع من تما والريحه ديال البخور بقات لاصقه ليه في نيفو. ركب في الكاميو ديالو وبدا كيفكر شكون هذا اللي غادي يصيد ليا هاد الحلوف. وهو جالس يفكر، هنا غادي يتفكر صاحبو مبارك، وهو واحد الصياد اللي موسمي كيعرف الغابه ديال ازرو شبر بشبر. مبارك معروف عليه باللي هو واحد الراجل واللي كيهمو غير جيبو. وملي يونس عطاه الفلوس باش يصيد ليه داك الحلوف، وكان شرط عليه باش الحلوف خاصو يكون صحيح وما فيه حتى ضربه، مبارك غادي يوافق بلا ما يفكر. ما سولو لا علاش بغاه لا حتى شي حاجه، اهم حاجه هي فلوسو وراه خداهم. لا غدا ليه مبارك وكان معاه شي واحد صاحبو، كانوا زربانين، كانوا خاصهم غير فوقاش يصيدوا هاد الحلوف ويساليو. هاد الحلوف اللي تفاهم عليه مبارك مع يونس وكان ديجا مخلص وواخد فلوسه. وهو تيدور في الغابه غادي يشوف واحد الحلوف كبير، جلس وجد السلاح ديالو وهو تيري فيه. ملي قرب ليه صاحب مبارك غادي يقول ليه: مبارك، شوف هاد الحلوف هذا راه عينيه مضروبه وفيه شي حبوب في جلدو، راه باين باللي مريض، خليه ونشوفو شي واحد اخر. مبارك غادي يجاوبو وهو ما على بالوش، ما مسوقش: ودي تا نتايا، واش يونس طبيب؟ راه باغي غير الكبده وصافي، هذا راه سمين وكبير وغادي يقضي الغرض. يلا سربي نحيدو علينا هاد البريكول هذا. المهم جبدوا الكبده داروها في واحد الميكا كحله وهما يصونيو ليونس وداوها ليه بالزربه. يونس غير خدا الميكا وهو يمشي كيجري عند السحار العربي. غادي يوصل عنده بالليل، عطاه الكبده. السحار غادي يحطها قدامه في واحد الطبسيل وغادي يبدا كيتمتم. وهو كيدير في هاد الطقوس ديالو، السحار غادي يوقف، وجهه غادي يصفر، عينيه ولا فيهم واحد الخوف اللي ما كيتوصفش. شاف يونس وبدا تيغوت عليه وتيقول ليه: شنو جبتي ليا؟ هاد الكبده راها مريضه، الحلوف راه كان مريض. يونس هنايا تدهشر وتلاف وبدا كيتفتف عليه وهو غادي يجاوبو. قال ليه: انا ما عرفتش، راه الصياد اللي وصيته قال لي باللي راه كلشي مزيان. العربي غادي يجرم كتافو وغادي يجري عليه بالرادار وغادي يقول ليه: خرج من هنايا، اللعنه دابا تقيدات بسميتك، خرجتي عليا وعلى راسك. شحال وانا كنوصيك باللي هذاك القربان ما خاصوش يكون مريض. المهم الحاجه اللي غادي نوصيك بها ولدي هو هرب لدارك، وياك ترجع لعندي، وانت غادي واخا تشوف اي حاجه في الطريق، وياك توقف ونسى باللي جيتي شي نهار لهنايا. خرجوا وسد عليه الباب. يونس بقى واقف في داك الظلام واحد شويه وكان باقي ما استوعبش شنو واقع. كيسمع غير الصوت ديال الريح بين الشجر وشويه وهو يحس بلي كاينه شي حاجه كتنفس مورا ظهره. يونس خاف، مشى كيجري للكاميو ديالو، يديه كانوا كيترعدوا، دار امارش وبدا كيجري في الطريق، باغي غير فوقاش يوصل للدار. الطريق كانت خاويه، الضباب بدا كيهبط، وصل لواحد الفيراج ومره وحده بان ليه واحد الحلوف كحل وكان كبير، ما عمرو شاف شي خنزير في هذا الحجم من قبل. الحلوف ما هربش،
بقى واقف وسط الطريق وكيشوف فيه. يونس فرانا حيت ما عندوش شي حل، ما لقاش كيفاش يهرب عليه. ومن مور هاد الفران الكاميو غادي يزلق وغادي يضرب في واحد الحجره اللي كانت كبيره وغادي يتقلب به. يونس غادي يغيب، ومن اللي فاق لقى راسو في السبيطار. ولكن واخا في السبيطار واللي كانت فيه الريحه ديال الكول الدواء، وانتم عارفين الريحه ديال السبيطارات كيفاش كتكون. ولكن يونس ما كانش تيشم هاد الشيء، كان تيشم واحد الريحه خانزه، الريحه ديال الزريبه. دخلت عنده الفرمليه وقالت ليه الحمد لله على سلامتك، ربي راه كتب لك عمر جديد. يونس يلاه بغى يهضر، ولكن شاف في المرايه اللي حداه وبان ليه بحال ظل ديال شي حلوف واقف ورا الباب. وملي دار يشوف ما لقى والو. ومن داك النهار يونس ما بقاش هو يونس، رجع للدار. ولكن هذاك المنظر اللي شاف قبل ما يدير الكسيده ما بغاش يتنسى ليه، خصوصا ولا كيحلم به يوميا. سمية بدات كتلاحظ شي حوايج غراب وقالت ليه يونس، شنو هاد الريحه اللي فيك؟ هاد الريحه راه خايبه خانزه. وهو غير ساكت، حيت يونس كان واحد بنادم اللي كيدوش كيبدل حوايجو. ولكن هاد الريحه حلفات لا مشات. وهاد الشيء راه ما بقاش غير يونس اللي كيعيشو، ولكن دابا حتى مرتو حتى هي ولات كتقول ليه باللي راها كتسمع شي حد كيتمشى فوق السطح بالليل. وهاد الصوت هذا بحال دقات ديال شي حافر واللي ثقيل. يونس كان كياخد البيل وكيطلع باش يشوف، ما تيلقى والو. وكان الا خرج في الصباح كيشوف اثار ديال رجلين ديال الحلوف في التراب اللي حدا الدار. اثار كانوا غارقين بحال الا داك الحيوان كان واقف تما ولواحد المده طويله وهو حاضر غير الدار. وحتى من الكاميو ديالو وملي كان كيوقف يونس في شي قهوه بالليل كان كيسمع الصداع في الصندوق، كيحس بحال الا كاينه شي حاجه معاه ولكن ما كيشوفهاش. الناس بداو كيبعدوا منه حيت وجهه ولا صفر وديما معصب وخاص غير اللي يجبدو وحاضر غير وراه. يونس ما بقاش قاد يصبر وقرر باللي غادي يمشي ويواجه السحار العربي ويلقى ليه شي حل على الاقل. وصل للدار ولكن لقاها رايبه، وفاش سول الناس قالوا ليه بلي الحاج العربي غبر هادي سيمانه، وقالوا راه ولا كيخاف غير من الظل ديالو. واللي عارفينه هما باللي راه هز رحيلو ومشى لجهه خنيفره، وزيد عليها راه ما بقى باغي يشوف حتى شي واحد. يونس تلفات به الدنيا ومشى عند مبارك صاحبه، مبارك الصياد. لقى مبارك حتى هو مريض مطحطح وطايح في الفراش. يونس شدو من حوايجو وبدا تيغوت عليه وتيقول ليه علاش صاحبي، علاش عطيتيني كبده مريضه، علاش خرجتي عليا وعلى مراتي؟ مبارك غادي يجاوبو وغادي يقول ليه اسمح لي يا خويا يونس، انا كنت باغي غير الفلوس وما سحابليش هادشي غادي يوقع. وزيدون راه انا اللي خاصني نتعصب حيت بسبابك من داك النهار وانا طايح في الفراش، وفاش كنمشي عند الطبيب ما تيلقى حتى شي سبب منطقي لهذا الشيء اللي انا فيه. يونس تما عرف باللي هو اللي خلص الثمن وخرج على راسو وعلى مرتو ودابا حتى صاحبه، حيت هو اللي حل هذا الباب هذا وهو اللي خاصو يسدو. دازت الايام وواحد الليله مع ديك 2 ديال الصباح يونس غادي يسمع صوت ديال شي حلوف عنده وسط الصالون. ناض كيجري شعل الضو ما لقى والو، ولكن لقى اثر ديال رجليه فوق الفراش. يونس صافي عيا السيد صافي غادي يتسطى، خرج للزنقه وبدا كيغوت في داك الليل وتيقول وبان وقول لي علاش تابعني، راه الخطا ماشي ديالي. وهو في ديك الهستيريا ديال الغوات غادي يبان ليه الحلو الكحل في الاخر ديال الحومه ولا في الاخر ديال الزنقه، وكيشوف فيه بواحد العينين اللي كانوا حمرين بحال الجمر. يونس هنايا خدا القرار باللي ما غاديش يهرب واللي ليها ليها، وبقى واقف والحلوف غادي وتيقرب ليه حتى بقى بيناتهم شي متر تقريبا. يونس غمض عينيه وبدا كيقرا القران وهو خايف، بدا كيستغفر الله وشويه غادي يحس بواحد البروده غادي تنزل عليه. وملي حل عينيه لقى الزنقه خاويه كتصفر، وهذيك الريحه الخانزه غبرات والاول مره. يونس تيقول لحد الان مازال ربي ما رزقنيش بالذريه، ولكن الحمد لله ما بقيتش كنشوف داك الحلوف ولا كنشم ديك الريحه الخانزه، ما عدا مره كنشوف هذيك اللحظه ديال القصيده في الاحلام ديالي.
وتعلم واحد الدرس واللي يخلصو غالي، وهو باللي كيمشي يقلب على الرزق ولا على الولاد في بيوت الشياطين راه كيجيب معاه غير اللعنه. وخاص الانسان ديما يدير يقينه في الله ويكون متاكد باللي الا كان مكتب عليه شي حاجه راه ما كاينش اللي غادي يديها ليه وغادا توصله. القصه ديالو بقات كتعاود بين الشيافر في طريق ازرو ليومنا هذا، وكيقولوا ردوا بالكم من داك الفيراج بالليل، وردوا بالكم من الاختيارات السهله. الرزق راه كيطلب من عند الرزاق ماشي من غيره. وكنتمنى هاد القصه تكون عبره لكل واحد كينسى باللي الله هو اللي كيعطي وهو اللي كيمنع، او لا كينسى باللي ربي هو اللي تيرزق في الاخر. يونس باقي كيسوق الكاميو ديالو، وباقي كل ما داز من ديك البلاصه كيشوف في المرايه وكيدعي الله بالسر. وشكرا ليك الا كملتي القصه حتى للنهايه، وما تنساش ديك لايك وكومنت، ونشوفكم في فيديو جديد مع قصه جديده. السلام عليكم.